ومن هنا ورد كما سمعنا إنها لا تكون إلا لنبي أو وصي نبي، أي للمعصومين بالذات أو واجبي العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم الأنبياء والأولياء عليهم السلام، لأن نفوسهم ليست أمارة بالسوء لأنهم معصومون. أما أنا وأمثالي من ذوي النفوس الضعيفة والقلوب المخلوطة فهي مؤثرة لا محالة، تقبيلة اليد طبعا مؤثرة لا محالة تأثيرا دنيويا متسافلا، حتى وإن كان قصد الطرف الآخر المقبل قصدا حسنا وبنية حسنة، إلا أن فيه جانبا سيئا أيضا حتى على الآخر، لأن الفرد الذي تقبل يده إذا تورط أمام الله سبحانه فإن الذي ورطه، من هو الذي ورطه؟ إنما هو هذا الذي قبل يده، فهو يضره في الآخرة، يصير واسطة على أن يضر هذا الذي قبل يده في الآخرة، فيكون هو متورطا أيضا لأنه يضر المؤمن من هذه الجهة. وليس في الأخبار استحباب تقبيل اليد ولا خبر واحد فضلا عن الكثير